بعض الستات النهاردة لما بتطلق بتروح تحتفل بطلاقها، تحتفل بمعنى تحتفل يعني تعمل حفلة وتجيب تورتة وتعزم اصحابها وباركول يا جماعة انا اتطلقت. كده بمنتهى الفخر، مش عارفة هي فخورة على ايه. او تكتب على السوشيال ميديا، ودي الكارثة الكبرى، اللي هو ايه، باركول انا اتطلقت، ويدخلوا اصحابها مبروك، ده الجواز ده سجن يا شيخة بلا قرف. تروح تقول لها وحضرتك فرحانه كده ليه؟ يعني ايه اللي يفرح؟ تقول لك انا عادي يعني اتطلقت، هو الطلاق نهايه العالم؟ ايه المشكله؟ ما افرحش ليه يعني؟ لا، هو مش نهايه العالم فعلا، بس هو بلاء. انتي باللي انتي بتعمليه ده انتي بتدي فكرة للبنات الصغيرين اللي هم لسه ما اتجوزوش، او حتى الست متجوزة، ان يا جماعة الطلاق سهل. انتي بتبرمجي اللاوعي عندهم ان الطلاق حلو وسهل وبنحتفل بيه اهو. فبيبقى عندهم فكرة كده ان الموضوع سهل وبسيط، مع ان في الحقيقة الطلاق ده بلاء. مش نهاية العالم، بس بلاء. مش حاجة حلوة، مش حاجة افتخر بيها، مش انجاز. يعني عمرك شفت حد بيقولك انا من انجازاتي ان انا متطلقة او انا مطلق؟ لا، لان هو مش حاجة حلوة خالص. فاحنا لما بنعمل كده احنا بنحسس الناس اللي حوالينا وبنبرمج دماغهم كده ان يا جماعة الموضوع سهل، مش حاجة صعبة يعني. والكارثة بقى ان تلاقي الست مثلا تكتب او تقول لاصحابها انا اتطلقت علشان حاسة ان انا ما بقتش مبسوطة معاه، انا مش مبسوطة معاه. برضو هو الجواز قايم على الانبساط؟ يعني هو اهم حاجة في الجواز ان انا ابقى مبسوطة؟ يعني جوزي مدلعني بيفسحني بيخرجني، الدنيا تمام ومبسوطة. طب لو فلس ولا جاله مرض، ما انا مش هبقى مبسوطة، يبقى ساعتها اروح اتطلق؟ ما هو برضو انا بفهم الناس ان الجواز ده يا جماعة انبساط، متعة. خلصت المتعة خلصي الجوازة واخلعي. مش هقف جنبه في مرضه ولا هعمل اي حاجة، انا كل اللي عايزاه ان انا اتبسط، ما اتبسطتش هتطلق. وبرضو الكارثة التالتة ان تلاقي البنات تقولك يعني اتطلقتي ليه يا حبيبتي، او الستات اتطلقتي ليه؟ ما بقتش بحبه، مش حباه. برضو بتبرمجي عقول الناس ان انتي اول ما تحسي ان انتي مش حابة جوزك اتطلقي. هي البيوت بتقوم على الحب وبس. طيب هو الدين قالك لما تكره مراتك ولا تكرهي جوزك ارموا بعض؟ لا، قالك لو كرهت مراتك ان كرهت منها خلق هترضى خلق تاني. يعني اكيد فيها حاجات حلوة. وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، يعني اصبر على مراتك، قد يكون فيها حاجات وحشة بس اكيد فيها حاجات حلوة، بص للحلو، اصبر عليها. في ناس بتصبر وتحتسب. لكن اللي هو محدش قال ان اول ما الحب يختفي والمتعة تختفي ارموا بعض في الشارع. ما فكرة اصل احنا مش مبسوطين وبطلنا نحب بعض، فاللي حواليها بقى اصحاب الست يقولوا لها ايه؟ لا اتطلقي، لا ما تجيش على نفسك، بطلتي كده تحبيه وبقيتي مش طايقاه، لا اتطلقي. تستحملي ليه؟ بتاع ايه تستحملي؟ كفاية كفاية، احنا بقينا بنصدر افكار ان الطلاق حاجة سهلة والطلاق حاجة حلوة، وهو عمره ما كان ولا هيكون حاجة حلوة. ان خراب البيوت مش حاجة سهلة، البيوت مش قايمة بس على الحب، في حاجة اسمها التزام، في حاجة اسمها مسؤولية. الموضوع مش متعة وانبساط واول ما تختفي المتعة والانبساط تروحي تطلقي، لا، الموضوع مش بالبساطة دي. خلي بالكم، ربنا يحفظكم ويعمر بيوتكم.